في الفيديو اللي فات وعدتكم ان انا اجيب لكم الشميزات اللي عند خالد وتامر. تمام. النهارده جايبه لكم فعلا يعني عملت بوعدي، وفيت بوعدي، وجايبه لكم كوليكشن شميزات اللي عند خالد وتامر. مولعه الدنيا، حاجه اخر شياكه واخر عظمه. هتشوفوا النهارده معايا شويه شميزات في الفيديو ده، حاجات والله جميله جدا. انا نفسي عجبتني قوي قوي، واكيد اكيد هتعجبكم انتوا كمان. عشان كده انا اللي بيعجبني بصوره لكم وبنقل لكم صورته على ارض من على ارض الواقع، علشان لما تروحوا ان شاء الله تلحقوا تروحوا وتستفيدوا. انا امبارح قلت لكم هعمل لكم فيديو، عامله لكم فيديو بالشميزات في فيديو لوحده هنزله لكم. وادي الفيديو اهو، وفي مقاسات حلوه اهي زي اللي في ايدي ده، زي ما انتوا شايفين. النهارده عندنا سعر موحد 50 جنيه لأي شميز من الحاجات الحلوة دي. حاجات في منتهى الجمال، حاجات في منتهى الروعة. شوية موديلات بقى وماركات ما تقولوش لعدوينكم عليها، حاجات قمر. بصوا بصوا الجمال، مش مقاسات سمول ولا لارج، اكبر من لارج. علشان في متابعات كانوا بيقولوا لي الحاجات اللي انت بتجيبيها معظمها مقاسات صغيرة. انا دلوقتي برد عليكي او عليك وبقول لكم لا، في مقاسات حلوه جدا في الكوليكشن ده. اتفرجوا على الفيديو للاخر. بس قبل ما تتفرجوا كده وتخشوا في الغويط، وتدخلوا في الغويط يعني سوري، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، وصلوا على حضره النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده الفيديو والله شويه الشميزات دول بيتكلموا. انا طبعا كنت عامله عنده امبارح كوليكشن البلوفرات، البلوفر اللي هو وصل ل50 جنيه. طبعا خالد وتامر عنده الحاجات دي نمرة واحد، فعلا ده حقيقي، درجة أولى ونمرة واحد. وقولوا زي ما تقولوا، أنا اللي واقفة قدام الحاجة، وأنا اللي شايفة الموديلات، وأنا اللي شايفة عارفين اللي هو بيقولوا عليه الماتيريال بتاع الحاجة، حاجة فوق الروعة بشوية كمان. يعني بصوا بصوا، ده H&M، بس للأسف مش عايزة تظهر. بصوا أنا بحاول أظهرها، أصل هي الكلمة شفافة. بصوا أعمل كده وأعمل كده مش عايزة تظهر. المهم إن هي H&M. تمام. وأنا فضلت أحاول كتير. بصوا أهي، هي ظهرت أهي، H&M. طبعا الماركة دي يا شباب، الماركة دي قوية جدا، الماركة دي محترمة قوي قوي قوي. علشان كده بحب انا برضو، انا نفسي بحبها، وبحب اما بلاقي حاجة قدامي H&M كده او ماكس. ماركة ماكس برضو لا يعلى عليها الصراحة. بصوا كذا ماركة، وفي ماركة اسمها F&F برضو، حاجتها كلها لما بعطر على حاجة كده الماركة دي بلاقيها ممتازة والله. فيلا بقى، اللي لسه داخل القناة جديد ينورني كده بقى ويشترك. طبعا هينورني وهيبقى على راسي من فوق، سواء كنت شاب او آنسة أو سيدة، كله على راسي من فوق. أنا عندي 3 قنوات، كل قناة فيها نفس المحتوى وهي كلها واحد، بس القنوات دي عندي هدف فيهم، عندي هدف نبيل زي ما بيقولوا، إن أنا اوصل لكم الفكره. يعني مثلا انت بتدوري على شميز وعايزه تشتري شميز ومحتاره، انت لسه هتنزلي الوكاله تلفي على المحلات محل محل؟ لا يا ستي، انا بقدم لك قناتي او قنواتي على طبق من فضة، وبقول لك يا ست الكل اتفرجي، او حضرتك اتفرج لو عايز تاخد خطيبتك كده وتنزل تنقي شيميزين 3 من دول، بدل ما تاخدها وتروحوا تشتروا طقم او قطعة واحدة جديد، طبعا غالية جدا، ممكن الشميز ده يعدي 150 و200 كمان. لا، اشتري لها 3 يا عم، اشتري لها 3 وهتنقي من كوليكشن رهيب زي اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة ملابس الوكالة ما فيهاش اي مشاكل خالص لو بنعقمها بالطريقة المظبوطة. انا عاملة فيديو لتعقيم ملابس الوكالة، ربنا يقويني كده وابقى اسيبه لكم تحت كل فيديو في التعليق المثبت، علشان الكل يدخل ويتفرج عليه وتطبقوا ان شاء الله الطريقة مظبوطة، علشان ربنا يوقينا من اي حاجة بإذن الله، احنا واولادنا. تمام، مفيش مشاكل خالص. انا نفسي بلبس انا واولادي من الوكاله، شايفين الجمال بتاع القماش والماتيريال والشكل وكل حاجه والماركه. بصوا ده، شايفين روعه روعه يا بنات. بصوا بصوا يا بنات الجمال. حاطه على الشاشه علامه اللايك علشان ما تنسونيش، عشان لو نسيتوا اندمجتوا مثلا شويه واتفرجتوا شويه، اعملوا لي بقى لايك. انا عايزه اصعد فيديوهاتي واخليها توصل للعالميه. تمام.
ما كملناش حكاية ايه الهدف من القنوات دي. الهدف من القنوات دي انت مثلا بتدوري على بنطلون خروج، انا هلف في الوكالة، طب انا مش عارفة فين المكان اللي بيبيعه بسعر كويس، في نفس الوقت عايزة حاجات جودة عالية. ادخلي على قنواتي اتفرجي كده. انا عامله برضو في قنواتي التلاتة فيديو للبنطلونات الفورمال اللي هي بتاعه الخروج، وعامله بنطلونات جينز، وعامله بنطلونات بيت، وعامله بنطلونات نوم. شفتوا لدرجه ايه؟ بصنف لكم كل حاجه ليه؟ عشان لو عايزين تشتروا حاجه هتفتحوا الفيديو، تمام، وهتتفرجوا عليه. طيب وهتتصلوا بصاحب الحاجة، انت عندك لسه بنطلونات ولا الكوليكشن ده خلص؟ بسيب لكم طبعا ارقام الشاب او ارقام الشباب تحت الفيديو في التعليق المثبت. اي شباب بصور معاها بسيب لكم ارقامهم علشان تتواصلوا معاهم على طول وتوصلوا لهم في امان باذن الله. وطبعا بسيب لكم العنوان، كل حاجة بسيبها لكم توصلكم للمكان اللي انا بصور فيه. شايفين الجمال والطعامة دي؟ بصوا الجمال، حاجة كده وهم والله. شوية موديلات بجد أبهرتني جدا، كنت واقفة قدام الموديلات دي مبسوطة قوي. بصوا ده اللي هو بيبقى، بصوا الوش لون والظهر لون، بس قماش عالي قوي قوي قوي، وحاجة طبعا أصلية، فاهميني؟ بصوا أنا عمالة أصور لكم شوية من تحت وشوية من فوق علشان ما تقولوش بس إن أنا حرمتكم من حاجة. شايفين الجمال؟ خالد وتامر يا بنات في شارع 26 يوليو، في جانبي من 26 يوليو اسمه شارع العدوية البراني، تمام. شارع العدوية البراني ده مشهور هناك، يعني على نصيته محل برضو ملابس اسمه كمال الفلاح. طبعا انا هسيب لكم كل حاجة تحت الفيديو، العنوان كتابيا والارقام وكل حاجة علشان توصلوا. شايفين الشميز وجماله؟ مش ممكن، حتة شميز التركواز ده كان روعة روعة، تمام كده. توصلوا عندهم هتتبسطوا جدا جدا من الكوليكشن. وانا امبارح وانا بصور لقيت 3 متابعين من متابعيني، 2 كانوا جايين مع بعض يعني قرايب، كانوا جايين على الفيديوهات بتاعتي دي من الفيديوهات يعني، وواحدة كانت جاية لوحدها. فكل ما تدخل وانا بصور الاقيها تقول له لو سمحت انا كنت بسأل على خالد وتامر، يقول لها ايوه اتفضلي، تقول له طيب انا جايه لك من قناة كانت مصورة عندك كذا. مش قادرة اقول لكم مدى سعادتي، مش قادرة اقول لكم. وكمان انا في الفيديو ده بشكر كل اللي بيعلق بتعليق حلو، بشكره من قلبي فعلا فعلا بجد. انتوا فعلا انتوا اخواتي كلكم والله يعلم ربنا. والشباب برضو اي حد بيعمل تعليق حلو بيسيب لي بصمة حلوة او تعليق، بجد انا بتبسط جدا جدا. كلكم اخواتي الكبار او اخواتي الصغيرين، انا مش عارفة اعماركم ايه، بس سواء ده او ده على راسي من فوق، تمام. كلكم اخواتي والله، احنا كلنا واحد يا شباب ويا بنات، كلنا واحد. اي سؤال يخطر في بالكم عن الوكالة سيبولي في التعليقات، ان شاء الله مش بتأخر كتير في الرد. الا لو مثلا بعمل حاجة في بيتي، بعمل اكل، بعمل حاجة لاولادي، بذاكر لابني شوية، فبنشغل بس حاجة بسيطة، بس برجع على طول اشوف التعليقات اللي جت وبرد على طول ان شاء الله. وبكرر شكري لكل من ساب كلمة حلوة في التعليقات، بجد ربنا يا رب يجعلها كده في ميزان حسناته إن شاء الله. الكلمة الطيبة صدقة، ده حقيقي والله. مش قادرة أقول لكم بترفع من روحي المعنوية قد إيه، بتخليني بدل ما في حتة طاقة سلبية كده صغيرة مثلا من قلة المشاهدات، من قلة اللايكات. يعني في ناس كتير قوي بتتفرج وما بتعملش لايك، فانا بس بستغرب ليه. يعني اعملي لايك علشان فيديوهاتي تصاعد، وكمان تساعديني اوصل بفيديوهاتي دي. يعني انا برضو انا عايزه قناتي تحقق حاجه، مش عايزه يبقى فرجه وبس، لا، عشان انا كل ما قناتي هتكبر طبعا هيبقى عندي متابعين اكتر، هتشجع اكتر، هتحمس اكتر اعمل لكم الاحسن على طول باذن الله. شفتوا ده بقى اللي عجبني قوي قوي يا بنات؟ بصوا الجمال، وبصوا في جيوب، بصوا انا قربت لكم ازاي على التفاصيل. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، ويا رب تكون خفيفة فعلا على قلوبكم. لو بتعجبك ما تنسينيش لايك وشير، شير الفيديو ده لاصحابك ولاخواتك عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وان شاء الله هسيبلك كل حاجة في التعليق المثبت، الارقام والعنوان وكل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.